السلام عليكم. تقريبا جاوبت على السؤال ده قبل كده بكذا طريقة، بس بجاوب عليه تاني لأنه سؤال مهم جدا جدا من وجهة نظري. المعادلة الأمريكية بالنسبة لي فايدتها الأهم والأساسية كامتحانات، يعني عشان آخد امتحان ستيب 1 وستيب 2 والأو تي يبقى معايا شهادة السيرتيفيكت إن أنا أقدر أعمل ماتش في أمريكا وأشتغل في أمريكا. هي دي الفايدة الأساسية ليوسمي. النقطة الثانية منهج يوسمي، يعني المحتوى العلمي بتاع المنهج المعادلة الأمريكية اللي هو ستيب 1 بيزك ساينس وستيب 2 اللي هو الايه كلينيكال نولج. المنهج ده بقى ملوش مكان معين. بمعنى ايه؟ يعني انا لو مذاكر ستيب 1 من غير امتحان، ماليش دعوه، ما بتكلمش دلوقتي على الامتحان، ومذاكر ستيب 2، هل ده هيفيدني في اي مكان في الدنيا ولا في امريكا بس؟ لا، هيفيدك في اي مكان في الدنيا. الكلام ده شور 100 مش 100 مليون في المية. يعني لو انت كملت في مصر وخدت تخصص او كملت جي او اشتغلت في اي تخصص، هتلاقي نفسك above all your peers، يعني اعلى من 90% من زمايلك. طيب لو انت هتسافر انجلترا مثلا، غيرت الباسبور خالص وهتذاكر MRCP او بلاد، هتلاقي ان المجهود اللي هتاخده بعد ما تكون انت اوريدي مذاكر جسم ليه لا يكاد يكون 10% من المجهود اللي زميلك هيعمله عشان يذاكر ايه المحتوى ده. طيب عايزين بقى تذاكر برومتري، تذاكر الامتحان المزاولة بتاع دبي، ايا كان قطر، الايفون، ايا كان اي امتحان طبي له علاقة برخصة طبية او بيزك ساينس او كلينيكال نوليدج اي بلد في العالم، اليوسم ليه هتخليك مؤهل ليه بنسبة اكتر من 90%. طيب نعتبر انا مش عايزه كله مجرد البراكتس، هل ده يفيدني في البراكتس؟ ايوه هيفيدك كنوليدج. طبعا البراكتس 3 اجزاء، نوليدج، وتاني حاجه سكيلز، تالت حاجه كوميونيكيشن. فانت لو عندك الجزء الاساسي هيبقى الجزئين بقى اللي محتاجين شغل عليهم، ان انت تتعلم سكيلز، كلينيكال سكيلز، وتتعلم ايه كوميونيكيشن سكيلز مع العيان ومع زمايلك. فلو انت هدفك امريكا، خد الامتحانات، يعني خد ذاكر ستيب 1 وادخل الامتحان وان شاء الله تبص فيه وتبقى نجحت. بعدين تاخد ستيب 2 وتجيب سكور فيها كويس، عشان انت هدفك ان انت تشتغل في امريكا. لو هدفك ما تشتغلش في امريكا، ذاكر المحتوى العلمي، يعني ذاكر ستيب 1 اكنك هتدخل، بس ما تدخلش الامتحان. طب ليه ما تدخلش الامتحان؟ لانه مكلف ماديا جدا. تاني حاجه حاجه انا مش حاططها ان انا عايز اعملها، خلاص ما اعملهاش. وان كان لو انت امتحنت ستيب 1 او ستيب 2 وجيت رايح تعمل انترفيو في اي مكان هيساوي ما بينك وبين غيرك، انت هيبقى ليك ابر هاند. ليه؟ لان المحتوى العلمي في بتاع المعادله الامريكيه محتوى رهيب، محتوى محترم جدا، بيرتب لك دماغك على المستوى العلمي والمستوى الطبي. خارج المستوى الطبي هو بيرتب افكارك، بيخليك في الحياه عموما تقدر تفكر بشكل منتظم، تقدر تعرف ازاي تدور على المعلومه، ازاي تاخد معلومه تراستد ومعلومه مش تراستد، وهكذا. بس لو انت عندك حلم تاني او بلد تاني عايز تروحها، ذاكر المحتوى كنوليدج، كمعلومات تبقى في دماغك، واشتغل على الحاجتين التانيين بقى في المكان اللي انت هتروح، السكيلز، الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك والكلينيكال سكيلز. بس ليه عامل الفيديو ده؟ لانه سؤال مكرر جدا. هل هتفيدني لو انا مش عايز اروح امريكا؟ ايوه هتفيدك، بس ما تتكلفش مثلا امتحانات وفي حدود $5000 وانت مش عايز امريكا اصلا ومش ناوي تسافر. وان كان في حاجات كتير جدا بتبقى انت مش ناوي تعملها والايام بتخليك تعملها. فابدا وذاكر، لو بالذات لو انت لسه في الكليه ابدا وذاكر، ما تضيعش وقتك. المعلومات دي هتفيدك في الكليه، هتفيدك بره الكليه، وهتفيدك ككاركتر، هتعمل لك ان انت بتقدر تفكر كويس، تقدر تتعامل مع الناس ميديسين كويس، بتفهم اي حد بيتكلم قدامك في معظم المواضيع، وهتؤهلك زي ما احنا قلنا ان انت تاخد امتحانات في اي مكان ان شاء الله بتاعت الرخصه الطبيه. وزي ما احنا قلنا برضو ليها بريفليج ان انت لو بتعمل انترفيو مع حد وانتم متساويين كلكم مثلا GP، بس انت عندك بلس ان انت واخد ستيب 1 او واخد ستيب 2، دي نقطة مهمة جدا قدام الانترفيور اللي قدامك، ان انت حد بتاع مذاكرة، حد دماغك متسيستمة طبيا كويس، وبالتالي فرصتك في القبول ان شاء الله تكون. اتمنى الناس تسمع الفيديو للاخر ويكون مفيد للناس اللي عندها السؤال ده، تكون اجابة واضحة وصريحة
للتساؤلات دي كلها. لو اول مره تشوفني اعمل فولو عشان تشوف محتوى له علاقه بالمجال الطبي هيفيدك ان شاء الله. السلام عليكم.